يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مرة ثانية صلوا على محمد وآل محمد. كلمة من الشقيق الأكبر للفقيد الأخ الحاج علي أبو حسين الناظري، يتكلم في الفقيد ويوجه رسالة إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ما أجل حكمتك يوم خلقت الكون وجعلت أنوارا ساطعة فيه من نبيين ومرسلين، وعلى رأسهم محمد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، الذين أثروا الأمة علما وعطاء ونضالا وجهادا، ولا سيما يوم خط الإمام الحسين بملحمته العاشورية درب الإباء والعزة والكرامة والتضحية، ولا زالت ثورته تلتهب كلما مرت الأحقاب والسنين والدهور، فكانت مدرسته للأحرار ملاذا للخلاص من العبودية والطاغوت، وكان المراجع العظام ينهلون من هذه المدرسة بتوجيه الأمة وإرشادها والذود عن حياضها، ومن أولئك الذين زادوا وكرسوا جهدهم ليل نهار يفتشون في أمهات الكتب، لا يتركون واردة ولا شاردة إلا تتبعوها دفاعا عن أهل البيت عليهم السلام. هو فقيدنا الراحل الأخ الأستاذ أبي عمار، وكان بحق شبيها كما قال أحد العلماء بهشام بن الحكم زمان الأئمة عليهم السلام، فكان الفقيد يملك أسس منطقية فريدة بأخلاقه عالية جعلت من الخصم إما أن يفر أو يقر بما يقوله الراحل باستحياء، فكان يسقي بشغف ومحبة رضوان الله تعالى عليه لأقوال أهل البيت، وكان مرافقا، وبعد فرعة من الزمان ما كنا والله نجاريه عن البقيت، فقد أعطاه الله الملكة والمعين الصافي في المعرفة، فكان لا يكل ولا يمل في البحث والاستقراء، لا سيما في العقائد والحجة التاريخية الدامغة، فكان برهان ساطع، فهو لا يترك كتابا من الفريقين إلا جلبه لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فكانت أنامله الشريفة تخط بالقلم وأدوات الكتاب قديما، وفي العصر الحديث واكب عالم الإنترنت بحداثيته، فكان أستاذا فيه علما، وعلمنا كيف نستخدم هذه الإلكترونيات، لأنه لا يهمه إلا الحق، فهو يبذل الرخيص والغالي من أجل المعرفة والتطور ليصل صوت الحق إلى مريده ليشبعهم من معين محمد وآله. فشاهدته والله يفتح الجوال على الهواء مباشرة في مراسم عزاء أبي عبد الله الإمام الحسين لأحد المستبصرين ليستمع مصاب الحسين، لأنه يعيش الغربة آني المستبصر بين أفراد مجتمعه، فكان سفينة علمية أينما حل للمتعطشين والتائهين، فكانت تجمعنا به جلستين في الأسبوع فيها من الدكاترة الكبار والأساتذة الأفاضل
رحيله مظلمة، فقته العيون لفقده، ولا زالت تذرف الدمع حزنا، فكانت الوفود المعزية من داخل وخارج البلد هي التي تسلينا وتربط جيشنا. فسلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون، وأنتم تؤذنون الأستاذ الأخ أبا عمار، رجالا ونساء وشبابا وصغارا وربعا، فنشكركم جميعا نيابة عن والدي وعن الأسرة الكريمة والأقارب جميعا من أعماق قلوبنا على هذا المجلس التأديبي، فكنتم المثل والقدوة الحسنة، وأدلجتم صدرنا وصدر عائلته الكريمة، وأدخلتم الأنس والسرور عليهم. وبهذا كان الأخ أبو عمار حقيا باقي إلى الخلود بذكركم له في الحسينية الكريمة، حسينية السيد محمد الحسيني. فأقول أشهد أمهات أنجبتكم، وبيض الله وجوهكم ووجوه من أنجبتكم. لقد لقيناكم من أول يوم، فشد من أجرنا ودلانا وكان بلسما على قلوبنا، فتمنينا أن نكون بجواركم في هذا الحفل، فجاءكم من يمثلنا من العائلة والأقارب. وأخيرا نشكر سماحة السيد هاشم الهاشمي وسماحة الشيخ عبد الله دشتي والشيخ الكوراني والإخوة المشاركين على هذه الكلمات القراء. وأقول لكم مرة أخرى سلام عليكم من واحة الأحساء إلى أرض الكويت الحبيبة، ولا حرمنا الله منكم ومن دعواتكم المباركة، ولا حرمنا شفاعة محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوكم وخادمكم أبو حسين علي الناظري، الأخ الأكبر للفقيد الأستاذ الراحل أبو عمار إبراهيم الناظري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكركم كل الشكر والتقدير والامتنان لهذا المجلس التأبيني نيابة عن ابن الفقيد عمار، وعن الأقارب وعن الأهل والأصدقاء من واحة الأحساء. أكرر شكري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.